السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. بدأنا من المرة اللي فاتت مع بعض في سلسلة تتبيلات كده حلوة تنفعنا في رمضان. هنعمل النهاردة مع بعض كده أكلة. هي بتتباع برا غالية، لكن هنعملها مع بعض بطريقة حلوة بربع فرخة واحد بس. قبل ما نبدأ الفيديو متنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب. وقبل ما نبدأ الفيديو برضو نسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا نبدأ الفيديو. عندي كده نص فرخة. انت تقولي لي انت بتقولي ربع فرخة، اصبري معايا وانت هتشوفي انا هعمل ايه. عندي نص فرخة كده هبدأ اخليه. كان طبعا الفراخ بتاعتي منضفاها، دعكاها الاول بدقيق، وبعد كده شطفتها كويس، وبعد كده ما خليتش اي مكان فيها الا ما دعكته بالدقيق، سواء من جوه او من بره. بعد كده شلت الجلد بتاع اللي موجود فوق، وشلت الزلال اللي موجود ما بين الجلد وما بين اللحم. وكمان غسلتها وشطفتها اكتر من مرة. بعد كده عملت لها محلول النقع بتاعها، اللي هو شوية دقيق وشوية ملح، معلقة سكر، وورق لوري وحبهان، ومعايا طماطمايه وعصير ليمون، وكمان قشر ليمون، ونقعتهم شوية. وبعد كده شطفتهم كذا مرة. اخدت بقى الفراخ بتاعتي الصدر خليته ودلوقتي هبدأ اخلي في الورك بتاعي. هبدأ افتح لنفسي كده علشان اعرف اطلع العضمايه اللي موجودة في الورك. مجرد ان انت فتحتي كده الورك، خلاص العضمايه بتبان معاكي. هبدأ اوسع لنفسي لحد اما العضمايه تظهر معايا. بصي العضمايه بخلعها كده بايدي، بتطلع معايا على طول. واجي برضو عند الدبوس اعمل نفس اللي انا عملته في الجزء اللي هو فوق. لو عايزة طريقة الخلية بتاعة الفراخ بالتفصيل قولولي تحت في الكومنتات وانا اعملها معاكم. كده خليت الصدر بتاعي والورك كمان. هاخد بقى الفراخ بتاعتي كده اقطعها معايا مكعبات. مسكت الصدر قسمته على جزئين، وبعد كده هبدأ اقطعه مكعبات. المكعبات ما تكونش كبيرة قوي ولا تكون صغيرة قوي، خليها كده وسط. والوراك برضو. هتقولي لي بقى طب انت كده استعملتي نص الفرخة. لا، انا مش هستعمل نص الفرخة ولا حاجة، انا هخلطهم مع بعض. وبعد كده هقسم نص الفرخة ده لجزئين. هستعمل الأكلة بتاعتنا ليها جزء، والجزء التاني هفرمه وهعمل بيه كفتة فراخ. هناخد بقى المكعبات بتاعتنا كده وهنعمل مع بعض بيبي شيش طاووق. بيبي شيش طاووق، ايوه بيبي شيش طاووق بتتبيله وطعم حكايه. يلا بينا بقى نقول المقادير بتاعتنا والتتبيله بتاعتنا النهارده. عندي للربع الفرخه دي 3 معالق رايب. الرايب بيبقى حلو جدا. لو ما عندكيش خلاص حطي زبادي. 3 معالق رايب، و3 معالق زيت، معلقه صغيره توم مهروس. دقيه كويس في الهون، ريحته بتطلع وبيبقى ريحته تحفه. ومعاهم معلقة صغيرة عصير ليمون. اضربيهم كويس مع بعض، خلطيهم كويس، وبعد كده انزلي بالبهارات بتاعتك. عندي معلقة كبيرة كبيرة بابريكا، هي اللي بتدي لون حلو خالص للفراخ. عندي توم باودر وبصل باودر، فلفل اسمر، الكاري، وبهارات فراخ. ومعايا ربع معلقة او نص معلقة صغيرة كده عسل اسود، بيدي تسكيرة، وبرضو بيدي لون حلو جدا للشيش طاووق. التتبيله دي تحفه بجد يا بنات، ومش هتحتاجي ان انت تركني الفراخ. بمجرد ان انت نزلت الفراخ وقلبتيها خلاص بقى تقدري تستعمليها. اركنيها. بمجرد ما انت هتجهزي الخضار بتاعك زي ما هنعمل دلوقتي، هترجعي تشتغلي على طول. خلاص دلوقتي هركن بقى الفراخ بتاعتي على جنب، وهبدأ اشتغل في الخضار اللي معايا. الخضار اللي معايا كده طماطم. كان احمد جايب لي طماطم من عندهم من الجمعية زارعينها، فلقيت فيها طماطم صغيرة فاخدتها. عندي البصل قطعته كده مكعبات، وكمان الفلفل برضو قطعته مكعبات. جيت عصيان الشيش طاووق كانت خلصانة من عندي. فضلت ادور بقى عشان الاقي حد في الوقت ده عنده عصيان شيش طاووق. ما كانش موجود. يحيى نزل دور بس ما كانش موجود، لان الفيديو ده متصور من زمان. ده كان من رمضان السنة اللي فاتت، يعني بقاله سنة. ف فالجيش بيقولك اتصرف بقى. فجبت الخلة بتاعت السنان، نقعتهم شوية في المية عبال ما تبلت الفراخ. قطعت الفراخ وتبلتها، وبعد كده بدأت استعمل الخلة بتاعت السنان. حطيت
كل اتنين مع بعض عشان تبقى جامدة كده وماسكة نفسها. بعد كده ثبتها بالبصل، وهاخد بقى ايه الفراخ بتاعتي، وبعد كده هحط الفلفل، وفي الاخر خالص هحط الطماطم. ال ال المكعبات بتاعة الفراخ ما بتبقاش كبيرة قوي علشان خاطر ايه تستوي معاكي بسهولة. يعني هو الافضل ان انتي تستعملي الوراك في شيش طاووق، لكن انا بحب الصدور في شيش طاووق اكتر. بصي بقى شكلها حلو ازاي كمان على خلة السنان، شكلها روعة. شفتي بقى الكفتة اللي فوق دي اللي هو الجزء التاني اللي احنا شلناه وفرمناه، عملت بيه الكفتة بتاعت الفراخ. ودي ميزة بقى اللي بيستعمل خلة السنان يعمل بيه شيش طاووق زي ما انا عملت كده، بتحسي ان الكمية معاكي كتيرة و... وحاجة كده محترمة. جبت بقى معايا الشبكة بتاعت الشواية، دهنتها شوية زيت، وبعد كده رصيت معايا شيش طاووق بتاعي وكمان معاها الكفتة علشان هشويهم في الفرن. حطيت الشبكة كده زي ما انتوا شايفين على الصينية، والصينية مبطناها بالورق الفويل علشان خاطر لو نزلت اي حاجة من الفراخ بتاعتي تنزل على الفويل، ما تنزلش في الصينية وتتحرق معايا. حطيت كده، كنت مسخنة مية مغلية وحطيتها، لو فاضل معاكي من الخلطة زوديها على المية دي وحطيها من تحت. بعد كده هكون مسخنة الفرن بتاعي كويس، واحط الصينية بتاعتي على الرف اللي هو في النص تحت الشواية كده، وافتح الشواية بس تكون الشواية موطيها على الاخر وسايب الفرن شغال سخن جامد. كل شويه كده بقلب الشوايه بتاعتي علشان خاطر ايه ما تلسعش مني شيش طاووق، والناحيه دي تاخد لون حلو والناحيه التانية تاخد لون حلو برضو. بعد كده طلعتهم، اول ما استووا طلعتهم معايا كده، اقدمهم بقى يا اما مع رز بالخلطه يا اما مكرونه، الاتنين بيبقى طعمهم تحفه. التتبيله دي حلوه جدا جدا جدا، العيال عجبتهم التتبيله، وطعم الشيش طاووق كان حكايه، جربوها مش تندموا. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب. يا ريت نشير الفيديو لاصحابنا وقرايبنا عشان القناه تكبر بيكم. مع السلامه.